السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة أكون فواي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن سؤال بيتردد الفترة دي كتير قوي، وهو ماذا بعد المسج الخاصة باستكمال البيانات الخاصة ببنك مصر. أنا دلوقتي واحد جالي المسج الخاص باستكمال البيانات اللي هو لو سمحت يعني هنبعت لك فورم دلوقتي هتسجل لنا فيها الداتا بتاعتك، الاكسبيرينس بتاعتك، كل حاجة. طب انا دلوقتي وضعي ايه؟ انا اعمل ايه؟ انا حيران. طب انا دلوقتي هل انا مترشح لوظيفة؟ هل انا خلاص البنك هيكلمني؟ هل انا خلاص همتحن؟ انا مش فاهم حاجة. انا خايف، انا قلقان، انا متوتر. كل ده اي حد جاله الفورم هو اللي بيمر بيه حاليا. تمام. فان شاء الله في الفيديو ده هنوضح كل حاجة. احنا طبعا بعد ما قدمنا على لينكد ان، خلاص انا كده دون، قدمت كده السي في وصل للبنك، بنك مصر، خلاص دون. وجالي الفورم بتاع استكمال البيانات، كومبليت انفورميشن بتاعي. تمام. انا كل اللي هعمله ايه؟ هملى الفورم. تمام، مليت الفورم. نصيحة في الفورم وانا بملاها: بلاش كدب. بمعنى اصح، انا مش هقول انا كنت شغال في كذا وانا مش شغال في كذا. بلاش كدب خالص. يقول لك خبرة بنكية، اكتب له صفر عادي خالص ولا يهمني. انا راجل انا راجل فريش جراد. هل حاجة هتضرني؟ لا طبعا. عادي خالص، طالما انا مفيش شغلتش في بنوك قبل كده يبقى انا راجل. صفر خبرة بنكية. احط له صفر خبرة بنكية يا باشا، ولا في اي مشكلة. الفريش جراد اصلا بينطلب من صفر اكسبيرينس، فدي حاجة لا تعيبك نهائي. تمام. انت هتملى الفورم وما عليك سوى الانتظار. طب انا هنتظر ايه؟ طب انا هعمل ايه في فترة الانتظار دي؟ البروسس كلها ماشية ازاي؟ بعد الفورم بيجي مكالمة، كول انترفيو، فون انترفيو. شرحناها في الفيديو اللي قبل ده بالتفصيل، بس هنتكلم عليها هنا. ايه الاسئله اللي وردت تسالها؟ بكل اختصار، هو انترفيو بسيط جدا. في ايه؟ هتقول لك tell me more about yourself. قدم نفسك. introduce yourself. بكل اختصار بقى، يعني انت دي المفروض انترفيو، فاعرف ان هي حاجه في الانجاز كده، حاجه روتينيه بسيطه، فانت ما توترش الدنيا. هتقول اسمك، ماي نيم از كذا. هتقول سنك، ماي ايدج از كذا. هتقول الكليه بتاعتك والقسم والتقدير. بس. تمام، ده اول جزء هتقوله. بعدها هتقول اي اكسبيرينس عندك، اي حاجه اشتغلتها قبل كده. هقول مثلا اشتغلت محاسب في كذا وكنت مسؤول عن كذا وكذا. هقول كنت شغال سيلز او تيلي سيلز في كذا، عن ايه مثلا هنا وبي مثلا. كنت اقول مسؤول عن كذا وكذا، او كنت بعمل كذا وكذا. هقول اشتغلت مثلا كاشير في محل على نظام اسمه كذا، كنت مسؤول عن كذا. بكل وضوح، خليك صريح، ولا في حاجه تعبك في كل ده. انت راجل اشتغلت مهما كانت الشغلانه. تمام. خلصنا اكسبيرينس، خش على الانترنشيب بتاعك يا معلم. اي تدريب انت خدته. خدت تدريب في سي اي بي، وكنت بعمل كذا وكذا واتعلمت كذا وكذا، وعرفت البروسيس البنكيه او البانكينج سايكل بصفه عامه، او عرفت اتعرفت على الصناعه البنكيه بصفه عامه. كلام مختصر، انت فاهمني. يبقى اسمي، سني، كليتي، القسم بتاعي، تقديري، اي اكسبيرينس عندي وكنت بعمل ايه، اي انترنشيب وكنت بعمل ايه. بعد كده اختمها بالكورسات بتاعتك، اي كورسات انت خدتها وخدتها منين. بس كده، ده بكل سلاسة. هتقول لك تمام، تعرف ايه عن بنك مصر؟ ده هتخش على بنك مصر وتجيب ابوت اس، وتجيب شويه داتا عنه. بنك من اكبر البنوك المصريه. في كذا في كذا، عدد فروعه كذا، عدد الفروع مهم. عدد موظفينه كذا، عدد الموظفين مهم. عدد الاي تي ام كذا، عدد الاي تي ام مهم. تمام. تعرف ايه عن بنك مصر؟ قلت اللي تعرفه عن بنك مصر. وهتلاقي شويه حاجات كده على الويب سايت بتاعه، في ابوت اس او عن البنك. تعرف الرئيس التنفيذي للبنك، المدير التنفيذي بتاعه. كمان هتقول لك مثلا عملت ايه اثناء الدراسه، موقف صعب مريت بيه اثناء الدراسه. اذكر مثلا ان كان في ديدلاين معين وانت لحقته. اذكر ان كان في مادتين تقال عندك وانت عرفت تذاكرهم بديدلاين معين، كنت بتاعهم في نفس الوقت. اذكر ان مشروع التخرج كان تقيل لو انت مثلا خريج حاجه تبع الهندسه والحاسبات والمعلومات.
موقف صعب مريت بيه في شغلك، اي حاجه بقى انت فاهم. شوف اللي انت تحبه، شوف اللي انت تقدر تقوله. مثلا كان عندي عدد انفويسز معين، فواتير لازم اسجلها على السيستم في وقت قياسي وسجلتها. انت فاهم، يعني كلها اسئله روتينيه. ممكن تقول لك نقاط ضعفك، نقاط قوتك. مش يخلو عن الاسئله دي. قدم نفسك، نقاط ضعفك، نقاط قوتك، تعرف يعني البنك، تعرف يعني البانكينج سيكتور، تعرف يعني القطاع المصرفي. بس اسئله بسيطه. الفون انترفيو روتيني وبسيط، روتين وبسيط، بسيط قوي. تمام. خلصنا الفول انترفيو، بتعمل ايه بعد الفول انترفيو؟ بتقول لك خلاص تمام، هبعت لك تفاصيل امتحانك. تبعت لك يوم الامتحان، وقت الامتحان الساعه كام، تمتحن ايه، زي الفل. كده كده احنا متكلمين في الفيديوهات 7000 مره عن حوار الامتحان ده، وانا همتحن ايه والنظامي. بس برضه هقول لك اهو، خلاص انا خلصت الفول انترفيو وبعتت لي الميل بتاع الامتحان في الميعاد وفي كل حاجه. ايه الدنيا بقى بعد كده؟ انت اصلا من اول ما المسج اللي جات لك بعد الفورم ومليت الفورم، باشا انت بتذاكر الماتيريال. بتذاكر الماتيريال انجلش واي كيو. الانجلش اللي هو السكس بورت اللي هو بنظام الفيرزنت، والاي كيو اللي هو نيوميريكال وفيربال وابيليتي. كده كده انت بتذاكر الحاجات دي من دلوقتي، عشان انت في اي وقت هتلاقي المكالمه جايه لك. ادي الكول جات لي اهي، بعد بص من 24 ل 48 ساعة باشا انت بيتحدد امتحانك. يعني انت تعمل ريفيجن سريعة على كل ده وتقوم رايح متوكل على الله رايح تمتحن. مفيش وقت للمذاكرة. اللي يقول لك انا هستنى بقى الكول تجيلي عشان مش ناويين يبعتولي وما يبعتولكش، يبقى انت راجل غلطان، هتزنق نفسك وهتقع. والمناسبة بنك مصر مرة واحدة بس بتمتحن، مرة واحدة بس في حياتك. تمام. الا طبعا لو بعتولك مرة تانية يبقى انت رزقك واسع بقى، ولما تروح ما تقولهمش ان انت امتحنت قبل كده. تمام. تمام. يبقى انا الفتره دي بجهز بالسكس بورت الخاصين بالانجلش والاي كيو. طبعا لازم نذاكر الماتيريال الصح، او الماتيريال اللي هي ما فيهاش اخطاء، عشان اي ماتيريال منتشره مليانه اخطاء وطريقه المذاكره بتاعها شبه تعجيزيه. لو انا اخد كوبي من هنا احطها على موقع من هنا، طب اسمع ازاي، طب انا عايز الاجابه بتاعها، طب انا معايا ريكوردات ومعيش اجابتها، طب احنا وفرنا كل ده في ماتيريال بسيطه واضح فيها كل حاجه، تذاكرها متكرر فيها اهم الافكار ومتحدثه في جزء الاي كيو وجزء جزء سوري جزء الباسج وجزء الكومبليت وجزء الريبيت. كل ده موجود فيه اهم الافكار اللي اتكررت. هنجيبه ازاي؟ هنجيبه عن طريق الواتساب ده 012214555317 واتساب. تبعت مسج اقول لك تفاصيل الماتيريال واضحه وبسيطه وهتنجزك بسرعه. انما اي ماتيريال منتشره في الدرايف دي هتبقى متعبه عليك ومهلكه بالنسبه لك. او مثلا على التليجرام، مش عايز واتس، بانكر برو 1 3 9. تمام. ده طريقه الماتيريال المضمونه او الماتيريال الصح اللي تنجزنا في المذاكره. اي ماتيريال تانية هتبقى مرهقه عليك. تمام زي الفل. طب عارف تتعامل في الدرايف، خلاص ربنا معاك مفيش مشكله. تمام. بعد الامتحان الاهلي سوري مصر نظامه ايه؟ مصر نظامه امتحان انجلش، امتحان دي انجليزي. عديت الست اجزاء اطلع يا باشا اقعد لي في ويتنج روم. هيجي لك على الميل بتاعك مسج بانك نجحت ولا سقطت. نجحت تدخل تمتحن اي كيو. ضان يا باشا نجحت اي كيو، هتدخل بيرسونال انترفيو. طب البيرسونال انترفيو ده نظامه ايه؟ طب الدنيا فيها ايه؟ انا بتكلم بالتفصيل عنه في في الفيديو الخاص بالبيرسونال تكنيكال والفون انترفيو. بس برضه اقول لك زي سامري عنه كده بالراحه خالص. هو اهم حاجه اللبس بتاعي والمظهر زي ما كنا متفقين، والثقه في النفس. المظهر والثقه. قارئ ابوت قص عن البنك كويس قوي. قارئ عن السي اس الكاستمر سيرفيس ومهامه. قارئ عن التيلر والخزينه ومهامه. الاتنين دول عشان اكتر اتنين بوزيشن مطلوبين حاليا في الاهلي ومصر. في الاهلي بس، في مصر بس سوري. فاصلا اللينكد ان بينزل البوزيشن اللي دول يعتبر. فدول اكتر اتنين هنذاكر عليهم مهام كل ده ومهام كل ده. وطبعا مع الماتيريال اللي انا قلت لكم عليها دي، في ملف خاص بالبيرسونال والتكنيكال شامل كل الاسئله دي. يعني مش هتحتاج حاجه، يعني الماتيريال شامله انجلش واي كيو وبيرسونال وتكنيكال، يعني كل حاجه موجوده فيها. تمام. زي ما اتفقنا مظهر ثقه، نقرا عن مصر سي اس وتيلر، ونقرا عن الخزينه بصفه عامه. وكمان كده كده الاسئله الروتينيه. قدم نفسك، نقاط ضعفك، نقاط قوتك، موقف صعب مريت بيه، اشتغلت فين قبل كده وكنت بتعمل ايه، سبت شغلك القديم ليه، عايز تخش المجال المصرفي ليه، تعرف يعني المجال المصرفي.
بس زي الفل كده. وكده زي ما اتفقنا، المظهر واسلوب الكلام وتون الصوت تبقى متوسطه، وكل الكلام ده اتكلمنا عنه باستفاضه في الفيديوهات اللي فاتت. بس كده انا عرفتك الدنيا فيها ايه. طب انا المده اللي هيبعتوا لي فيها قد ايه؟ لا، المده مش ثابته. انت ممكن معاك من اول الديدلاين اللي هو قال لك انت تسجل من اول المده دي لحد المده دي، بحد اقصى كذا. انت ما عندكش ديدلاين معين. انت كل اللي عليك تعمل ايه؟ تجهز لحد ما تلاقي المكالمه جايه لك وتتوكل على الله. بلاش نضيع الفرصه دي يا شباب. بنك مصر يعتبر من اكبر البنوك الحكوميه، او يعتبر اكبر بنك حكومي بعد البنك الاهلي او تساويا بيه. راتب محترم، بروفيت شير سنوي، بدلات كتير، مميزات كتير هتعرفها لما تخش ان شاء الله. طبعا خبره ما بعدها خبره في واحده من اكبر المؤسسات الماليه في مصر. بلاش نضيع الفرصه دي. زي ما اتفقنا نعمل سمر صغير للفيديو بتاعنا. بعد ما ملينا الفورم هيجي لنا بعدها مكالمه انترفيو، فين انترفيو شرحنا التفاصيل فيه، اهم الاسئله اللي فيه. بعدها نروح نمتحن انجلش او اي كيو وابيلتي ونيوميريكال وفيربال خاصين بالاي كيو. بعدها ندخل بيرسونال، ربنا كرمنا ندخل تكنيكال ونتوزع بعدها طبي وهكذا. طب هل الامتحان ممكن يتغير؟ الامتحان اهلي ومصر او امتحان مصر بصفه عامه مش هيتغير قبل شهر 3. قبل شهر 3 الجزء اللي هيتغير هيبقى الاي كيو اللي هو ده، اي كيو نيوميريكال وفيربال وابيلاتي. انما الانجليش فيرزنت زي ما هو، يعني كده كده لازم اذاكر الفيرزنت السكس بورت. طب انا بالنسبه للاي كيو، لا، الاي كيو هو اللي هيتغير بعد شهر 3، في نص شهر 3، عشان كله يطمن، عشان السؤال اتسالته كتير. بس ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. انا حبيت اعمل لكم زي سامر صغير كده للبروسيس عشان كله حيران والاسئله اللي ممكن تتسالها. وبس كده. وكان معكم محمد رضا من قناه اكونت فاي. اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم. متنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه.